السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم جبت لكم الطريقه ديال السمك شطون بواحد الطريقه سهله وصحيه في نفس الوقت وبالزربه تقدري توجديه. فندوزو البنات المقادير والطريقه ديالو، فخليكم البنات مع الفيديو حتى الاخير. فاول حاجه البنات هو خديت هذاك السمك شطون اللي حيدت ليه الراس ديالو وغسلته مزيان كما كتشوفوا، وخليته تسقطر صافي. وغادي ناخذ العطريه اللي غادي نحتاج فيها غير البزار والتحميره وشويه الملحه وشويه ديال الكمون. وهنايا البنات خديت واحد زلافه صغيره ديال الشوفلور اللي مصوبه في الدار. ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديالو. المهم بالنسبه تقدروا ديروا السميده الرقيقه اللي كتكون رقيقه صافي. غادي نخوي هذيك العطريه على هذاك السمك وغنزيد عليهم هذيك الشيفلور وغناخذوا واحد القطيرات من زيت العود. لكم البنات ديروا غير الزيت الروميه اولا تستغناو عليه كاع على ما بغيتوش ديروه صافي. وغادي نحاول انني ندخل هذاك الشوفلور والعطريه مزيان في هذاك الحوت صافي. وغادي نزيد عليهم واحد القطرات ديال الحامض وصافي. البنات نحاولوا البنات نلبسوا هذاك الحوت ديالنا مزيان بهذيك العطريه وبهذاك الشوفلور، ولا ديروا السميده المهم اللي متوفر عندكم. المهم راه حتى السميده حتى هي كتجي غزاله فيه صافي. وصراحه وبواحد الطريقه صحيه وزوين بزاف واقتصادي بالزربه كتقدري توجديه كما كتشوفوا صافي. غادي نزيد عليه قطرات من الحامض صافي. وغادي نجيب الطاوه ديالي باش غادي نستفو فيها صافي. غير خليكم البنات مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الشكل كيفاش غادي نستفو في الطاوه. وكنتمنى منكم الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك ديالكم وبارطاجيوه مع الاصحاب والعائله باش تعم الفائده مع الكل. وكنتمنى اللي زار القناه ديالي لاول مره ما تنسونيش بالضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد صافي. هنا البنات راني كناخذ غير الطاوه ديك اللي كنطيبوا فيها المسمن العاديه صافي. كندير فيها واحد الورق ديال المطبخ وغادي ندير واحد القطرات من الزيت البلديه كما كتشوفوا. غادي ندهن به هذيك الطاوه ديالي صافي. وغادي نستف فيه هذاك الحوت ديالي غنديرو على شكل نستفوه على شكل مروحه كما كتشوفوا صافي. كما كتشوفوا راه كنوريكم مزيان الطريقه كيفاش غادي نقلبوا الحوته باش تعطينا هذاك الشكل. الطريقه راها واضحه مزيان في الفيديو كما كتشوفوا. غير خليكم مع الفيديو البنات صافي. البنات غادي نحاول انني نستفو كامل على شكل مروحه كما كتشوفوا. وغادي نعاود تاني هذاك الشيء اللي غادي يبقى ليا غادي نعاود نديرو تاني غيعطيني واحد الدائره تاني من الوسط على شكل مروحه اخرى غتجي الوسط صافي. وفي هذه المرحله البنات راه دايره الفران ديالي كيسخن وصافي باش غادي ندخل ليه هذيك الطاوه ديالي باش. والبنات بالنسبه للبنات الطياب ديالو ما تخليوش بزاف، راه ما كياخذش منا الوقت بزاف في الطياب في الفران، راه غير تقريبا واحد 10 دقائق صافي وتتخرجيه. الا خليتيه بزاف راه غادي يقساح لك الحوت وما غيجيكش زوين صافي. غير على حسب لي 10 دقائق حتى 15 دقيقه صافي. وكنطفي عليه الفران. وكنتمنى تجربوها البنات، غير جربوه الصراحه كيجي غزال. ان شاء الله غيولي معتمد عندكم وبالزربه البنات كيوجد ما كيطلبش منا بزاف ديال الوقت وصحي حتى في نفس الوقت لوليداتنا. صراحه داك القليان راه مضر على الصحه. بنادم مره يقليه ماشي ديما، تقريبا بنادم اللي بغى يقلي مره في الشهر او 2 مرات ما يفوتهاش، حيت القليان الصراحه راه ما مزيانش لينا للصحه ديالنا.
وكنحاول البنات نعطيكم الطريقة ديال الاكل الصحي وبواحد الطريقة زوينة وبسيطة في نفس الوقت وسهلة. وكنتمنى الفيديوهات ديالي كاملين ينالوا الاستحسان ديالكم ويعجبوكم. وهنا البنات بعد ما كملت هذاك الحوض ديالي كامل فزت في الطاوة صافي، غادي ندير عليه غير واحد القطيرات من الزيت البلديه كما كتشوفوا صافي. وغادي ندخلو الفران اللي قلت لكم كما قلت لكم من قبل راني سخنته درتو كيسخن صافي. غادي ندخل الطاوه ديالي باش نتلاقاو من بعد ما غيطيب. وهنا البنات بعد ما طاب كنقدمو على هذا الشكل، كنحيدو من الطاوه ديالو كنديرو في طبيصيل وكنقدمو مع واحد شويه الفريت وشويه ديال الشلاضه ديالنا المغربيه. ونقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده.